مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان جيلاني وأقدم لحضراتكم نشرة العاشرة. كالعادة دائما نبدأ بالعناوين. كلية العلوم في مينفحي تخرج 242 طالب. عقد اجتماع بإقليم عنسبة للقضاء على التدخين في الأماكن العامة. تقديم تدريب يركز على الإدارة لموظفي الحكومة في مصوع. الجيش الياباني يختبر صاروخا مضادا للسفن في المياه الأسترالية. المعارضة الإسرائيلية تصاعد احتجاجاتها على التعديلات القضائية. إجلاء المئات بسبب حريق غابات بجزيرة الرودس. خرجت كلية العلوم في مينفحي يوم أمس 22 من يوليو 242 طالب بالبكالوريوس، 58% منهم إناث، وتعد هذه المناسبة أي مناسبة التخرج للمرة السادسة عشر. وتخرج 81 في الإحياء و46 في الكيمياء و34 في الرياضيات و34 في الإحصاء و23 في الفيزياء وعلوم الأرض وواحد في علم المكتبات والمعلومات وواحد في هندسة علم البحار. قال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي غبرسلاسي إن الهدف الرئيسي للعملية التعليمية الحديثة هو تحقيق التوازن الفكري بين المواطنين وتعزيز الوئام الوطني والاستقرار والعدالة والحرية والمساواة بين المواطنين وتنمية القيم. وقال إن الحكومة الإريترية تجعل التعليم الحديث من أولويات المهام الوطنية الرئيسية. وقال عميد كلية العلوم البروفيسور جبراي أسجودوم أن الكلية خرجت منذ عام 2008 3647 طالبا، 84 منهم بالماجستير و2785 بالبكالوريوس و778 بالدبلوم، ويسهمون في برامج التنمية الوطنية. وأضاف البروفيسور جبراي أن سياسة حكومة إريتريا في التعليم هي لتنمية مواطن يتحلى بالوعي والريادة والثقة بالذات ومنتج، وشدد على الحاجة لوجود نظام تعليمي بمواصفات عالية وكفاءة المدرسين وتجهيزات تعليمية جيدة وخلق علاقات متينة مع الشركاء الناشطين في الداخل والخارج وإدارتها جيدا لتحقيق المبتغى. وهنأ ممثل الخريجين جميع الذين وصلوهم لهذه المستوى، وأكد استعدادهم لمكافأتهم بالعمل المضاعف. ومنحت الشهادات ل8 طلاب تفوقوا في دراساتهم. تضم كلية العلوم في مينفحي في أعضاء هيئة التدريس 15 مدرسا أجنبيا و39 مدرسا مواطنا، ويتابع 35 من أعضائها حاليا دراسات الماجستير والدكتوراه في روسيا والصين والمجر وكينيا وصربيا واليابان. عقد في مدينة كرن إقليم عنسبة في 20 من يوليو لقاء يهدف إلى القضاء على التدخين في الأماكن العامة والمرافق الخدمية وفقا للإعلان رقم 143 لعام 2004. تم تقديم أوراق بحثية حول عواقب التدخين ومكافحة التبغ من منظور قانوني في الاجتماع الذي حضره مهنيون في مجال الصحة ومدراء المديريات وسكرتارية الجبهة ومسؤولو الاتحادات الوطنية ورجال الدين. وذكر المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم عنسبة العقيد تسفات يونغرماي أن الضرر الذي يلحقه التدخين وتعاطي الطبق بالصحة والبيئة والاقتصاد ليس بالأمر السهل، مشيرا إلى أن المناقشة نظمت لتعزيز الأنشطة التي بدأتها الحكومة للتنفيذ الجاد للإعلان عام 2004 بشأن تدخين الطبق وتعاطي الطبق بتكوين لجنة إقليمية. وقال الدكتور هينوك تهاير رئيس فرع وزارة الصحة بعنسبة
إن استخدام التبغ وعواقبه من بين الأسباب الرئيسية للأمراض والوفيات، موضحا أن ما يجعلها أكثر خطورة أنها تسبب ضررا لغير المدخن بقدر ما يسببه المدخن، مضيفا أنه إذا تم تطبيق القوانين والتعليمات بالشكل الصحيح فيمكن الحد منها. وقد قال رئيس مكافحة الأمراض غير المعدية في وزارة الصحة السيد ميكائيل تخلاي إنه وفقا للقانون فإن أي شخص يدخن في مكان محظور سيواجه غرامات مالية وإغلاق المنشآت، موضحا وضع برنامج لضرورة الرقابة والمتابعة الجادة بهدف تفعيل ذلك. اقترح المشاركون أن يتم تنفيذ البرنامج بطريقة آمنة لجعلها مستداما وإيجاد طرق للحد أو التقليل من بيع السجائر والتبغ. نظمت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تدريبا ارتكز على الإدارة والتخطيط ل55 موظفا حكوميا في مديريتي مصوع حاضرة الأقليم ودهلك. وشمل التدريب الذي استمر من 12 إلى 20 من يوليو تعريف وتطوير الإدارة والتواصل الفعال في مكان العمل والتخطيط وأهميته وإدارة الممتلكات والأموال وإدارة الوقت وتطوير الذات. وذكر رئيس وحدة تنمية الموارد البشرية الشاب أمانويل جبر برهان أن التدريب يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية وتحسين تقديم الخدمات، وقد تم إجراء تدريبات مماثلة في 7 مديريات حتى الآن. ولفت إلى أنه سيتم إجراء تدريب مماثل في مديريات نقفة وأدوبحة وقرورة في المستقبل القريب. وفي حديثه في الحفل الختامي قال المدير العام لإدارة الشؤون الإدارية والمالية السيد أمين كتمة إن التدريبات ستستند إلى خطط استراتيجية مدتها 5 سنوات، حاثا المتدربين على زيادة إنتاجاتهم والعمل على إرضاء العملاء. وأشار المشاركون في تعليقاتهم إلى أهمية التدريب في ضمان كفاءة وجودة الخدمات، وذكروا بمواصلة التدريب. تم تدريب 214 عضوا في إقليم شمال البحر الأحمر منذ مارس 2023. كرم مكتب التعليم في مديرية الشمال الشرقي بالإقليم الأوسط 80 معلما متميزا في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. قال رئيس المكتب الأستاذ تيدروس أبراهام في الحفل الذي أقيم في 22 من يوليو إن 48% من الحاصلين على الجوائز هن معلمات، مشيرا إلى 40% من عملية التصويت أوكلت على الطلاب إضافة إلى المشرفين والمعلمين. تم منح كل فائز 2000 نقفة ليصبح المجموع 160 ألف نقفة. وقال رئيس فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي حبتجبر إن الجوائز ستساهم في الجهود المبذولة لتحسين عملية التعليم والتعلم نوعيا. قال المعلمون المخضرمون والجدد الذين حصلوا على الجوائز لوكالة إيرينا إن الجوائز تشجعهم وسيعملون بتفان لتأهيل وتدريب المواطنين المتميزين الذين تفتخر بهم الدولة. يضم مكتب التعليم بمديرية الشمال الشرقي 15 روضة أطفال و6 مدارس ابتدائية و5 مدارس إعدادية و3 مدارس ثانوية ليصبح المجموع 29 مؤسسة تعليمية. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية اختبار إطلاق لصاروخ مضاد للسفن خلال مشاركتها في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات تقام حاليا في أستراليا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن قوات الدفاع الذاتي البرية نفذت إطلاقا حيا لصاروخ مضاد للسفن من طراز تايب 12 قبالة خليج جيرفيس جنوب سيدني. ويصل مدى صاروخ تايب 12 إلى 200 كيلومتر تقريبا، فيما تخطط وزارة الدفاع اليابانية لزيادة مداه ليصل إلى حوالي 1000 كيلومتر. يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ تايب 12 المطور
من قبل اليابان خلال تدريبات في أستراليا. ويشارك أفراد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جانب جنود من أكثر من 10 دول أخرى في مناورات تاليسمان السايبر التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. دعت المعارضة الإسرائيلية أنصارها للتظاهر حول المباني الحكومية في القدس الغربية بالتزامن مع اجتماع الكنيسة البرلمان لمناقشة التعديلات القضائية، وفي حين حذر الرئيس الأركان الإسرائيلي هرتزي هاليفي من أضرار بالغة ستلحق بكفاءة الجيش حال تمرير التعديلات. قدمت نقابة العمال العامة مقترح تسوية. ويتوقع أن يستمر النقاش حول التعديلات في الكنيست لمدة 26 ساعة قبل أن يبدأ التصويت الاثنين على مشروع التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا. وكان مئات المحتجين الإسرائيليين قد نصبوا خياما قبالة مبنى الكنيست بالقدس في مؤشر على تنظيم اعتصام ضد التعديلات القضائية. وبحسب منظمي المظاهرات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل أن نحو 550 ألف شخص شاركوا في المظاهرات، منهم 240 ألفا في تل أبيب ونحو 100 ألف بالقدس. قالت السلطات اليونانية إن حريق قابات مستعرة في جزيرة رودس أجبر المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق. وأجلت سفنا تابعة لخفر السواحل أكثر من 30 قاربا خاصا، ما لا يقل عن 2000 شخص بينهم سائحون من الشواطئ القريبة من منطقتي كيتاري ولاردوس في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة، وفقا لما قال نيكوس أليكسيو المتحدث باسم خفر السواحل لشبكة سكاي التلفزيونية. وتسبب الحريق في تدمير مساحات شاسعة من القابات منذ اندلاعه في منطقة جبلية. وذكرت وكالة أثينا للأنباء أن الحريق ألحق أضرارا ب3 فنادق في قرية كيتاري الساحلية. وتكافح فرق الإطفاء التي تلقت تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة بؤر جديدة من حريق القابات المشتعل منذ 5 أيام وأججته الرياح العاتية. وتشارك طائرات تقذف المياه في جهود إخماد النيران. قالت السلطات في ولاية سونورا المكسيكية إن 11 شخص قتلوا في حريق يشتبه بأنه متعمد استهدف حانة في مدينة سان لويس كولورادو الحدودية في شمال المكسيك. وقال ممثلو الادعاء في ولاية سونورا إن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه به شاب كان مخمورا للغاية وقت الهجوم، ولكنه عاد بعد ذلك وألقى زجاجة مولوتوف على أبواب الحانة وفقا لبيان صادر عن ممثلي الادعاء في الولاية. وأضاف البيان أن هناك 4 نساء بين القتلى وأن هناك 4 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. كلية العلوم في ماي نفحي تخرج 242 طالب. عقد اجتماع بإقليم عنسبة للقضاء على التدخين في الأماكن العامة. تقديم تدريب يركز على إدارة لموظفي الحكومة في مصوع. الجيش الياباني يختبر صاروخا مضادا للسفن في المياه الأسترالية. المعارضة الإسرائيلية تصاعد احتجاجاتها على التعديلات القضائية. إجلاء المئات بسبب حريق قابات بجزيرة رودس. انتهت النشرة، إلى اللقاء.